واش عمرك تخيلتي باللي رسالة وحدة من تقدر تبدل حياة كاملة؟ واش عمرك حسيتي باللي الموت ديال صاحبك يقدر يكون السبب في الهداية ديالك؟ اليوم ما غاديش نحكي لكم غير قصة عادية. اليوم غادي نحكي لكم على شاب كان كيقول مازال الوقت، حتى جا نهار وفهم باللي الوقت ما كيتسنى حد. السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة على القناة. إلا كنتي أول مرة تشوفنا مرحبا بك بينا، وإلا كتفرج فينا ديما الله يجازيك بخير على الدعم ديالك. جلس مزيان، ركز معايا وحاول تعيش كل لحظة من هذه القصة، حيث يمكن تلقى فيها شي حاجة تشبه ليك. هذه قصة ياسين، شاب عادي بحال بزاف ديال الشباب، ولكن رمضان واحد العام كان سباب في حياة جديدة ما كانش حتى هو متخيلها. في واحد الحومة شعبية في واحد المدينة في المغرب كان عايش شاب سميتو ياسين، عنده 24 عام. كان شاب عادي ولكن بعيد بزاف على ربي. الصلاة ما كيعرفها غير في الجمعة إلا تصادفات، والجامع ما كيدخلو غير في العيد. في رمضان كان كيصوم غير حيت الدار كاملة صايمة، ماشي عن اقتناع، غير عادة وخلاص. حياته كانت دايرة غير على القهوة، السهر حتى مع 3 الصباح، الضحك مع صحابه وتضييع الوقت. والديه ديما كينصحوه، خصوصا امه كانت كتقول له اولدي رجع لصلاتك، الدنيا ما دايما الحد. وهو غير كيضحك ويجاوبها مازال قدامي الوقت، ملي نكبر نتوب. جا رمضان واحد العام، ولكن هاد المرة كان مختلف. في واحد الليلة رجع ياسين للدار مع 3 الصباح، معيا ومرهق ونعس بلا ما يصلي حتى العشاء. مع أذان الفجر فاق على صوت بكاء خفيف. خرج من بيتو لقى مو جالسة في صالون، رافعة يديها وكتبكي وهي كدعي. تقرب ليها وقال مالك أما؟ مسحات دموعها وقالت ليه بهدوء كنطلب من ربي غير يشوفك في المسجد قبل ما نموت. الكلمة كانت قصيرة ولكن ضرباته في قلبه. حس بشي حاجة كتوجعه من الداخل، ولكن مع ذلك ما تبدلش مباشرة. حاول يتناسى ورجع لروتينه. بعد أيام قليلة وقع الحدث اللي غادي يبدل حياته كاملة. صاحبه المقرب حمزة اللي كان معاه كل ليلة دار حادثة موت وهو خارج من سهرة. الخبار نزل عليه بحال الصاعقة. البارح كانوا مجموعين كيضحكوا، واليوم راه تحت التراب. نهار الجنازة الأول مرة دخل ياسين للمسجد في رمضان وهو حاس بثقل كبير فوق صدره. شاف الأب ديال حمزة واقف ومكسور، شاف الناس كيبكيو، وسمع الإمام كيقول الدنيا لحظة، واليوم دورو وغدا دورنا. في داك اللحظة رجليه بداو كيرتعشوا. حس بالخوف ماشي غير على صاحبه ولكن على راسه. رجع للدار، دخل لبيتو وسد الباب وجلس في الظلام. أول مرة في حياته بكى بهذه الطريقة. قال بينو وبين راسه إلا مت دابا شنو عندي نقدم لربي؟ في ذاك النهار قبل أذان العشاء لبس حوايجو ومشى للجامع. كان حس براسو غريب، حس باللي الناس كاملين كيشوفوا فيه، ولكن دخل توضا وقف في الصلاة. أول سجدة دارها حس بقلبو كيرتعش والدموع هبطو بلا ما يحس. ما عرفش علاش بكى، غير حس براحة عمرو ما حس بها من قبل. من ذاك النهار بدا كيصلي الفرد، ومن بعد زاد السنة، ومن بعد ولا كيبقى للتراويح. صحابو بداو كيتفلاو عليه، كيقولوا ليه مالك ومال الجامعة الشيخ، غير رمضان وغادي يدوز. كان كيبتسم غير وكيجاوب يمكن رمضان يدوز ولكن أنا ما بغيتش نرجع كيف كنت. وصلات ليلة 27 والمسجد كان عامر. الإمام بدا كيدعي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ياسين رفع يديه وقال يا ربي أنا ضيعت بزاف ولكن جيت ليك ما تردنيش. كان كيبكي بحرقة، ولكن وسط ذاك البكاء كان كاين أمل. في ذاك الليلة قرر قرار نهائي. قال غادي نبدا حياة جديدة، ماشي غير في رمضان. واش عمرك تخيلتي باللي رسالة وحدة من تقدر تبدل حياة كاملة؟ واش عمرك حسيتي باللي الموت ديال صاحبك يقدر يكون السبب في الهداية ديالك؟ اليوم ما غاديش نحكي لكم غير قصة عادية. اليوم غادي نحكي لكم على شاب كان كيقول مازال الوقت، حتى جا نهار وفهم باللي الوقت ما كيتسنى حد. السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة على القناة. إلا كنتي أول مرة تشوفنا مرحبا بك بينا، وإلا كتفرج فينا ديما الله يجازيك بخير على الدعم ديالك. جلس مزيان، ركز معايا وحاول تعيش كل لحظة من هذه القصة، حيث يمكن تلقى فيها شي حاجة تشبه ليك. هذه قصة ياسين، شاب عادي بحال بزاف ديال الشباب، ولكن رمضان واحد العام كان سباب في حياة جديدة ما كانش حتى هو متخيلها. في واحد الحومة شعبية في واحد المدينة في المغرب كان عايش شاب سميتو ياسين، عنده 24 عام. كان شاب عادي ولكن بعيد بزاف على ربي.
الصلاة ما كيعرفها غير في الجمعة إلا تصادفات، والجامع ما كيدخلو غير في العيد. في رمضان كان كيصوم غير حيت الدار كاملة صايمة، ماشي عن اقتناع، غير عادة وخلاص. حياته كانت دايرة غير على القهوة، السهر حتى مع 3 الصباح، الضحك مع صحابو وتضييع الوقت. والديه ديما كينصحوه، خصوصا مو، كانت كتقول له أولدي رجع لصلاتك، الدنيا ما دايما الحد. وهو غير كيضحك ويجاوبها مازال قدامي الوقت، ملي نكبر نتوب. جا رمضان واحد العام، ولكن هاد المرة كان مختلف. في واحد الليلة رجع ياسين للدار مع 3 الصباح، معيا ومرهق ونعس بلا ما يصلي حتى العشاء. مع أذان الفجر فاق على صوت بكاء خفيف. خرج من بيتو لقى مو جالسة في صالون، رافعة يديها وكتبكي وهي كدعي. تقرب ليها وقال مالك أما؟ مسحات دموعها وقالت ليه بهدوء كنطلب من ربي غير يشوفك في المسجد قبل ما نموت. الكلمة كانت قصيرة ولكن ضرباته في قلبه. حس بشي حاجة كتوجعه من الداخل، ولكن مع ذلك ما تبدلش مباشرة. حاول يتناسى ورجع لروتينه. بعد أيام قليلة وقع الحدث اللي غادي يبدل حياته كاملة. صاحبه المقرب حمزة اللي كان معاه كل ليلة دار حادثة موت وهو خارج من سهرة. الخبار نزل عليه بحال الصاعقة. البارح كانوا مجموعين كيضحكوا، واليوم راه تحت التراب. نهار الجنازة الأول مرة دخل ياسين للمسجد في رمضان وهو حاس بثقل كبير فوق صدره. شاف الأب ديال حمزة واقف ومكسور، شاف الناس كيبكيو، وسمع الإمام كيقول الدنيا لحظة، واليوم دورو وغدا دورنا. في ذاك اللحظة رجليه بداو كيرتعشوا. حس بالخوف، ماشي غير على